السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود فاروق. مبدئيا انا مش بهاجم كابتن حسام حسن ككابتن حسام حسن. انا بحاول بس التصريحات اللي احنا سمعناها كلنا صراحات مستفزة، ملهاش اي علاقة بالواقع ولا تمت للواقع باي صلة ولا باي شكل. كل حاجة هو قالها ملهاش علاقة ببعض. يعني هو شوية هنتكلم هنا وشوية نروح هنا وشوية نروح هنا وشوية نروح هنا. هل انت فهمت حاجة في الاخر؟ والله العظيم ما فهمت اي حاجة. هو ده اللي انا كنت عايز اوصله لك، فتمام. احنا عملنا المؤتمر وخلاص، وانا لعبتي انا موافق عليها ومش متضايق منها. لا يا عم انا متضايق. تعالوا نشوف بقى كل جزئيه من التصريحات بتاع الكابتن حسام، ونبتدي ان احنا اتفرجنا على الماتش. يعني احنا عشان اتفرجنا على الماتش فاحنا ممكن نتكلم على التصريحات دي. فانا هعتبر ان اللي بتتفرج انت اتفرجت على الماتش. فتعالى بقى نشوف التصريحات بتاعت الكابتن حسام حسن. ما لعبناش غير بعد 3 ايام، يومين ولعبنا التاني. ما لعبناش غير بعد 3 ايام. اظن انت لعبت الماتش اللي قبله يوم 10 ولعبت 14 خلاص. ففي هنا ماتش وفي ماتش وفي اليومين اللي في النص، وده احنا اللي هو 11 و12. لا لعبت 10 كان عندك 11 و12 و13 ولعبت ال 14. اظن يا كابتن حسام انت لو قعدت 5 ايام باربع ليالي انت عمرك ما هتحط جون. الفريق اللي احنا اتفرجنا عليه ده والله العظيم ما يحط اي جون. انت ممكن مثلا لو مندي ساب الجون ومشي فاحنا ممكن نشوطها نجيبها جون. يا سيدي ده انت قاعد 90 دقيقة 90 دقيقة بحالهم. انت ما شطتش ولا شوطة على حارس المرمى بتاع السنغال. يعني مندي كل انت شايفين السف طبعا، الناس عماله تسف، واللي هو كان بيشرب شيشه، ده كان مش عارف بيروح يعمل احماء عشان الراجل برد. يعني خلاص الجو ما بيعملش حركه، الراجل ما بيتحركش، محدش بيروح له اصلا. ففكره ان انت بتقول لي اصل احنا لعبنا يوم 10 ولعبنا بعديها بقى يوم 14 ويومين ثلاثه مش كفايه. ما انا مش هقعدك شهر يعني عشان تلعب تكمل البطوله. واظن نيجيريا لعبت معاك الماتش بتاع الجزائر وعملوا ماتش جامد قوي قدام الجزائر وكسبوها 2-0، وكانوا بيدافعوا وبيهاجموا وبصوا خربوا الدنيا. ولعبوا معاك في نفس الايام، يعني هم لعبوا يوم 10 ولعبوا يوم 14 معاك. وقابلوا المغرب ولعبوا 120 دقيقة ووصلوا ضربات جزاء وبوظوا الدنيا بوظوا الدنيا. تمام. محدش قال الكلام اللي انت قلته ده. مفيش والله العظيم. احنا بقينا نقول اي كلام اي كلام بنضحك بيه على نفسنا. واي اخطاء واي مشكله عندي انا مش عند لعيبتي. طب عندنا اخطاء وعندنا مشاكل يا استاذ حسام، عندك انت هتحلها؟ يعني مش هتقدر تحلها، والله ما هتقدر تحلها. اللعيبه محدش عمل اي حاجه. اخطاء عندك ازاي انت؟ على سبيل المثال احنا بنتكلم على الشناوي اسوأ حد ممكن يتقال عليه ان هو ده حارس مرمى. انت برضو مصمم ان انت تلعبه. ليه بتلعبه؟ انت لو جبت اصغر مشجع بيشجع منتخب مصر هيقول لك والله الشناوي وحش. انت ما توقف شوبير طالما يا عم كده كده خسرانه. طب ما انا اوقف شوبير عشان بعد كده محدش يلومني، انا خدت واستخدمت كل الامكانيات اللي معايا. تاخد شوبير تعمل بيه ايه؟ ما تنزله يلعب. ما كنت خدت اسمه ايه ده الشناوي التاني، ما كنت خدت فلان، ما كنت خدت فلان. انت مصمم على ده ليه؟ بجد والله من الحاجات المستفزه جدا اللي هو انت عارف انها خربانه، انت ماشي بيها ليه؟ عربية مش هتوصلك للمشوار بتاعك، خلاص مروحش بيها. ما انا عارف ان انا في نص المشوار مش هروح، مش هوصل. شيله يا عم حط فلان. ده محدش هيلومك بعد كده. انا والله معايا شوية امكانيات انا استخدمتها كلها. انت ما تقدرش تيجي تلومني. مش هقولك حاجة ازيد من كده، اعمل ده بس. اعمله بس. الى يوم الدين لن يجرؤ احد ان يحصل 7 بطولات. بصوا الكلام ده بقى الى يوم الدين، اللي هو يعني القيامة خلاص قامت. محدش هيقدر يحصد 7 بطولات كاس افريقيا. انا عمري ما شفت يا جماعه حد بيطلع يقول الكلام ده، كلام ملوش اي معنى. هو انت يعني هو عم عاملك المؤتمر ده على فكره عشان بعد ما انت خرجت من البطوله ان انت كان شكلك وحش، انت كانش ليك اي منظر، ان انت عملت ماتش وحش، ان انت تبديلاتك كانت متاخره، ان انت اختياراتك وحش. المفروض تتكلم في الحاجات دي. عارفين زي ايه؟ في واحد عايش على الصيت بتاع ابوه مثلا كان زمان حد جامد، فهو انا عايش على حسه. عارفين المثل ده اللي هو ايه؟ ده عايش على حسه. فانت ايه؟ انت جابوك منتخب مصر قالوا لك انت هتمسك المنتخب تدربه، بس ايه؟ افتكر ال7 بطولات. يا عم والله احنا عارفين ال7 بطولات. احنا عشان ال7 بطولات فاحنا بنقول عن نفسنا المفروض ان احنا جامدين، ان احنا المفروض ما نبقاش بالمنظر
الوحش اللي احنا طلعنا بيه، ان احنا زعلانين عشان شكلنا وحش، عشان السبع بطولات اللي انت بتتكلم عليهم. انا مش زعلان ان انا ايه كل مره عمالي اوصل وما باخدش البطوله، لا انا زعلان ان انا كنت باخدها. احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ هترجع تقول لي السنغال كانت قويه؟ السنغال ما كانتش قويه حرفيا. كل الناس اتفرجت على الماتش، السنغال ما كانتش قويه. السنغال نقطه القوه عندها لو خدت الكوره، او لو انت كفريق يعني قصادها انت خدت منها الكوره، هي هتحاول انها تسترجع الكوره خلاص، وهتقطع الكوره، مش هتروح تهاجمك دايركت، لا هترجع تبني خطوطها تاني ويقفوا صح، وبعد كده يبتدوا يدوروا على ثغره ان هم يخشوا لك منها، ان هم يحاولوا يجيبوا جون. انت لو قابلت فريق سريع كالمغرب كنيجيريا اللي انت هتقابله على التالت والرابع، وريني بقى هتعمل معايا ايه. يا رب ما تبقى فضيحه، انا بتمنى ما تبقاش فضيحه بصراحه. لكن انا بقول سيبك فنيات، احنا اشتغلنا وحاولنا. المدير الفني للمنتخب بيقول لي سيبك من الفنيات. طب انت بتعمل ايه؟ ما والله العظيم بتعمل ايه؟ عرفني، انا عايز اعرف. انا ممكن اسالك في ايه، او اقول لك، او اعاتبك على ايه، او اوجه لك ايه. هقول لك مثلا انتوا ليه لبسوا التيشيرت الاحمر ما لبستوش الابيض؟ ما انا هكلمك على الفنيات. انت اسمك مدير فني، عارف يعني ايه مدير فني؟ يعني انت عندك رؤية، عندك افكار، بتحاول تطبقها. انت الوحيد المسؤول قدام المصريين كلهم في اختياراتك. لعيبه لعبت وحش، لعبت حلو، دي خلاص، ده كل لعيب هيتسأل عن نفسه، اللي هو ايه، انت مستواك زي الزفت، انت ما لا تصلح ان انت تلعب. بس حته الفنيات انا اسالك انت فيها، مستحيل اسال حد تاني. مفيش حد تاني، مفيش مدير فني غيرك، مفيش حد ينفع اساله غيرك. فما ترجعش تقول لي سيبك من الفنيات، احنا عملنا تجميعة كويسة او لعيبة كويسة او بتاع. هو فين كويسين؟ هو ولا في لعيبة كويسة، ولا في فنيات، ولا في اي حاجة تذكر. وكلنا شفنا يعني الكلام ده. مفيش فكر. الدفاع والهجوم خلاص، ادي هنا شوية وهنا شوية. في بني ادم هو المفروض، اللي هو امام عاشور ده، المفروض يعمل كل حاجة ويبقى همزة الوصل ما بين الاتنين. ما تقول لهم قربوا من بعض. على فكرة انت هيسمعوا كلامك. قول لهم قربوا من بعض. انت المساحه بتاعتك دي اللي هتجري فيها، فلان معاك كوره افتح له عشان يعرف يطلع لك بالكوره، وانت جري له، وانت في جمل. على فكره انا لو جيت مسكت المنتخب بكره، ايه اللي هيفرقني عنك لو انا ما عنديش فكر؟ احنا الاتنين زي بعض، ما عندناش اي مشكله. على التغييرات يا عم ماشي يا عم، انا هكتب اجيب ورقه وقلم كده واشوف حضرتك كنت بتعمل ايه. اه يا عم دقيقه 92 انا هنزل مصطفى محمد، ومحمد الشناوي هيقف جون، حتى لو في حد، لو كورتوا بديل ليه ما فيش منه الكلام ده، هيفضل برضه هو واقف. محمد صلاح هيلعب، مرموش هيلعب، تريزيجيه هينزل الشوط التاني. انا هعمل كده برضه عادي. فين الفنيات؟ فين التاكتكس بتاعتك في الملعب؟ دي حاجه اسالك فيها. ما تجيش اما اجي اقول لك ايه ده تقول لي سيبك من الفنيات، انا عملت فريق محترم. فين الفريق المحترم؟ الوحش مش هيلعب. طالما انت كده كده وحش، ما انا انزل واحد تاني. يمكن اما اخد فرصة، يمكن يحاول ان هو يثبت نفسه، حتى لو هو وحش يحاول يثبت نفسه، يجري بس يعمل اللي عليه. بس ان انا ما اشوفش اي حاجة، واما اجي اتكلم ونيجي نسألك فتقول لي سيبك من الفنيات، ما هسأل مين في الفنيات؟ روح اسأل مين؟ اتحسب 5 دقايق ولا 4 دقايق. انت عايز تلعب ايه 3 سنين؟ هنلعب ماتش السنغال 3 سنين مثلا؟ ما هو مستحيل. ما هو يا عم انت مش مكفيك، او يا جماعة انتوا كلاعيبة منتخب مصر مش مكفيكوا 90 دقيقة؟ انت بتلعب من بعد 90 دقيقة، 5 دقايق مش مكفينك؟ يا عم اديتك نص ساعة، هل انت كنت هتهاجم؟ هل انت كنت تعمل حاجة؟ لا، انت فكرت بس ان انت ترمي الكورة عندهم، او تخش بالكورة عندهم لما دخل فيك جون، اللي هو عشان ما يبقاش شكلنا وحش بس قدام الناس. والله العظيم اللي هو ايه، اللي حفظ ماء الوجه، مش اكتر من كده. انما غير كده محدش عايز يتحرك اصلا. انا ما اعرفش يا جماعه ازاي جاي تقنعني ان انا كل الظروف كانت ضدي، ونظريه المؤامره ما كانش في نظريه مؤامره. الفاول اللي حصل في اول الماتش بيقول لك ما كانش ينفع انذار من اول الماتش. يا عم حصل يا عم انذار من اول ماتش، ايه الماتش باظ؟ هو باظ على فكره. حاول يا عم ان هو اديله ادوار تانية، او خليه له هو ما يلتحمش مع حد. خلاص عندك بديل نزله. قول له فهمه، قول له حاول ان انت تاخدش الانذار التاني. انا قصدي عادي، ده مش هيبوظ الماتش. اصل ما اتطردش منك لاعب، انت لعيب خد انذار عادي. خلي بعد كده حد يضغط معاه، لو في فاول حد تاني هو اللي يعمل الفاول. انما فكره انا خدت انذار، فهو انا خسرت عشان خدت انذار، انا خسرت عشان ادى 5 دقايق؟ لا،
ما لعبتش اصلا، والله ما لعبت. لعبتي والرجاله وأدوا بشكل كبير. انت بتتفرج على الماتش معانا؟ انا نفسي افهم فين اللعيبه الرجاله اللي كانت بتلعب. يعني انا زاويه الكاميرا ما كانتش بتكشف لي الملعب في بعض الاوقات. يعني مثلا لو الكوره مثلا في نص الملعب فهتلاقي فيه زوم مثلا على اللاعب، فانا مش شايف بقيه الملعب الناس بتجري ازاي وبتعمل اللي عليها ولا لا. اللي انا كنت شايفه بقى الحته اللي هي المقتطعه الصغيره دي، انا مش شايف حد بيعمل اللي عليه. انت الزاويه دي كلها بتاعت الملعب انت شايفهم بيعملوا اللي عليهم؟ مستحيل تكون بتتفرج على الماتش اللي احنا اتفرجنا عليه، اللي هو ماتش مصر والسنغال 2026. انت اكيد كنت بتتفرج على ماتش تاني وما كنتش في الملعب. مصر أم العرب وأم أفريقيا. تعالوا نعيش حياتنا، تعالوا احنا كمصريين هنكمل حياتنا بالباك جراوند اللي عندنا بقى، اللي هي ايه، حضارة 7000 سنة، وكان عندنا علم زمان وكان عندنا علماء وكان عندنا مش عارف ايه، وتعالى نعيش بقى نكمل بيه. تعالى نكمل بيه خلاص، هو ده الكونسبت اللي احنا بقينا ماشيين بيه. احنا خلاص مش هنعمل حاجة جديدة ولا هنتطور، احنا هنفضل عايشين على الماضي. اه والله كان زمان عندنا الفن وعندنا التطور وعندنا العلم وعندنا الكورة وعندنا الحضارة بس خلاص مش محتاجين حاجة مش محتاجين حاجة تانية نعملها في الدنيا. خلاص بقى لغاية اما القيامة تقوم، او الى ان يرث الله الارض ومن عليها، خلاص احنا مش هنعمل حاجة تاني. احنا بقى اي حد يكلمك في الشارع، بص انا اقول لك على حاجة بقى. اي حد يكلمك في الشارع قول له احنا معانا 7 بطولات. اي حد يكلمك من اي بلد من اي جنسية اقول له احنا حضارة 7000 سنة. خلاص احنا مش هنعمل حاجة تاني، احنا هنعيش على تاريخنا وربنا يكرمنا بقى. يعني لو فلت بقى حد عمل حاجة خلاص يعني حاجة تتحسب له، وان شاء الله نبتدي نعاير بيها الناس من اول وجديد بقى. كان في ناس مش عايزانا نوصل فاينل. مين يا كابتن حسام؟ انا عايز اعرفهم، انا مش هحلهم. قول لي عليهم واحد واحد وانا مش هحلهم. مين دول اللي كان مين اللي ما كانش عايزنا نوصل فاينل؟ يعني الفاينل في مين؟ انا والسنغال و... والمغرب ونيجيريا. مين بقى مين اللي كانش عايزنا نوصل؟ احنا ليه رحنا عملنا بلبلة مع بتوع المغاربة وخلينا الموضوع شخصي معاهم واحنا ما قابلناش بعض اصلا؟ ليه؟ امال لو حصل معاك اللي حصل في التحكيم بتاع ماتش الجزائر ونيجيريا كنت هتعمل ايه؟ انا اتفرجت على الماتش، في حاجات كتير كان في انحياز لنيجيريا على حساب الجزائر، انا شفتها بعيني. خلاص بعيدا عن الماتش ساعتها يعني بعيدا عن التعليق بتاع الماتش والكلام ده، انا كنت شايف حاجات بعيني ممكن تتحسب عادي، تتحسب لمنتخب الجزائر، ما اتحسبتش. على العكس اي فاول كان او اي خبطه لنيجيريا كانت بتتحسب. مين اللي ما كانش عايز توصل؟ مين؟ يا عم انا مش عايز المغرب توصل، هل انا قصرت في الموضوع يعني؟ انا شايف بصراحه التحكيم بتاع ماتش السنغال ومصر ما كانش بشع، يعني ما كانش فيه حاجه اصلا، كانت الدنيا تمام. ممكن كرة واحدة بس، كرة واحدة أو كورتين بالكتير، بس أظن هي كانت كرة واحدة. غير كده كان التحكيم تمام. أنت لعبت نفس الوقت وريحت نفس الوقت اللي ريحته نيجيريا برضو عادي. نيجيريا لعبت 120 دقيقة مع المغرب، ماتش ما بيقفش والله العظيم. تحس إن أنت بتتفرج على نهائي بجد، مش سيمي فاينل، لا ده كان ماتش نهائي. وصلوا ضربات الجزاء وخسروا. عارف انت لو عملت اللي نيجيريا عملته او المغرب عملته في الماتش ده، يعني بتاع نيجيريا والمغرب، وخسرت، يعني انا هحطك على دماغي والله العظيم. انت عملت كل اللي عليك، انا مش هقدر الومك. عملت كل اللي عليك بامكانياتك، انا مش هقدر الومك. بس فكره ان انت ما عملتش اي حاجه وجاي تقولي بقى 7000 7000 سنه وسبع نجوم على التيشيرت، وفي ناس ما كانتش عايزانا نوصل، واصلا انا اداني 5 دقايق وقت بدل ضايع. انا كنت عايز مش عارف كنت عايز نص ساعه، انا مش عارف كنت عايز كام، بس ما علينا يعني. انت لو قعدت 3 سنين تلعب الماتش ده مش هتحط جوان. اصل ده انذار مش عارف لمين في اول الماتش، ما يديله انذار عادي يعني، عادي. ده حكم عادي، هو شايف ان دي ممكن يطلع فيها انذار، ممكن يطلع فيها طرد عادي برضه، عادي. والحاجات دي بنشوفها كتير ومتعارف عليها في قلب الكرة العالمية، مع يعني مع فرق كبيرة قوي. وساعات ممكن ماتش زي دوت يخسرهم دوري، يخسرهم بطولة. الناس عادي يعني، متتكلمش في 5 دقايق ومتتكلمش في ان انا ريحت مش عارف 4 ايام، بس كنت محتاج اريح، رايح شهر مثلا عشان راجع من السفر وبتاع. حتى الجون جه من بره ال 18. جه الجون من بره ال 18 مش ال 19 ولا ال 20، بره ال 18. كنت عايزه يجي منين يا كابتن؟ انا اتشليت من الماتش واتشليت من التصريحات واتشليت من اللعيبه واتشليت من كل حاجه، وعايزنا في الاخر انا لازم ان انا
اقف جنبك، ولازم ان انا اشجعك، ولازم اعمل دوري كمشجع، ان انا يعني افضل متكاتف مع الفريق. ما هو فين الفريق يا كابتن؟ يا كابتن انت بني ادم كويس، انت بني ادم كويس، انت كويس والله، انت كنت لعيب جامد جامد قوي، والله العظيم جامد قوي. بس كمدرب انا مش شايفك مدرب، انا مش شايفك مدرب جامد، انا مش شايف شخصية، ومش شايف فكر، ومش شايف تاكتكس، مش شايف اي حاجة، ولا حتى بنعرف نتكلم بعد الماتش. احنا طلعنا عملنا نوش، عملنا نوش مع الناس، عملنا مشاكل. واصل انت بتكلمني بعد احترام، فانا مش هرد عليك. هو الراجل بيقول لك انت كنت كان في فشل من اللي مش عارف إيه. هو كده كده كان اسلوب وحش يعني، بس يعني احنا خلينا الناس تضحك علينا يا كابتن، الناس بتضحك علينا والله العظيم، بعد ما كنا احنا المفروض ان احنا اسياد افريقيا زي ما كنت بتقول، يبقى الناس تضحك علينا. اتمنى نشوف اي فكر في ماتش نيجيريا، عشان حتى تبقى ايه، نحفظ ماء الوجه يعني، عارف اللي هو ايه، حتى يبقى ها عملنا ماتش حلو قدام فرقة كبيرة قوي، فرقة اللي هي طلعتها المغرب، فنلعب ماتش حلو قدام نيجيريا. يا رب نلاقي فكر، يا رب نلاقي اللعيبة بتتحرك من مكانها. يعني اظن نيجيريا ريحت نفس الايام اللي انت ريحتها، هتلعبك اظن هيلعبوا بكرة، بنصور يوم الجمعة، فالماتش هيبقى يوم السبت. فانت بتلعب فرقة لعبت 120 دقيقة، لعيبة ماتت، انت ما لعبتش 120 دقيقة، انت ما لعبتش اصلا الماتش اللي فات يعتبر يعني، فانت اظن الطاقة عندك زي ما هي، بورات اللعيبة اظن زي ما هي، على عكس منتخب نيجيريا. فالمفروض ان انت تنزل اكتسح نيجيريا بقى، ورينا بقى الوش التاني يا كابتن. في الاول وفي الاخر يعني دي شوية دردشة عن شوية تصريحات اللي اتقالت من كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر. اتمنى يبقى اللي جاي افضل، واتمنى المنتخب يبقى احسن، اتمنى اللعيبة تعمل اللي عليها، اتمنى يبقى عندنا حاجات كويسة ان احنا نبتدي نخطط لها عشان نوصل بعد كده، مش لازم دلوقتي، نوصل حتى بعد سنة سنتين سنة بعد 3. ده حاجة كويسة هنفتخر بيها، بس يا ريت نبتدي، حتى لو هنبتدي من النهاردة. برضو فكرة ان انت يعني انت دلوقتي جيت قلت لي هي دي القماشة اللي احنا هنشتغل بيها. طب انت واخد بالك يا كابتن ان انت رايح كاس عالم؟ هتعمل فيه ايه؟ نفس الحاجة دي انا هسمع نفس المؤتمر ده، احنا ممكن بس هنلاقي السبونسرز اللي وراهم بقى، اللي هو فيزا وميديا ومش عارف والحاجات الباقية دي هيتغيروا بقى، هتبقى السبونسر بتاع كأس العالم بقى في امريكا، بقى الجو شتا بقى وبتاع ومش عارف ايه وبتاع، ومش هنعرف نلعب بقى لو مطرت بقى ولا حاجة، لا ما نلعبش في المطر، انا لا ما نلعبش في المطر، انا بلعب في جو حار جاف صيفا معتدل ممطر شتاء، غير كده انا ما بلعبش. احنا بنتحجج النهارده عن بنتحجج بنمدي 5 دقايق وقت بدل ضايع، احنا بنتحجج بان هو ما كانش عندنا وقت ان احنا نتمرن، بنتحجج بان في ناس كانت قاعده جوه الاستاد او جوه الملعب ما كانتش حبانا ان احنا نوصل. كفايه كفايه بقى يا كابتن، كفايه كفايه بقى، كفايه بقى. اشوفكم فيديو جديد. اتمنى لو عجبك الكلام اللي احنا بنتكلمه ده، او اي حاجه عجبتك، اتمنى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو عندك اي تعليق او اي كومنت اتمنى ان انت تكتبه يعني ونتناقش فيه. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.